هو احمد عبد الظاهر لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ لو هنتكلم كوره فاحمد عبد الظاهر ده واحد من افضل المهاجمين اللي شفتها في النادي الاهلي، مهاجم قناص وكورته كويسه جدا وهداف متحرك ممتاز جدا وكان شرس وعنده دوافع كبيره ومقاتل في الملعب. عبد الظاهر من بلديه المحله لانبي قدر يحمل مسيره كبيره جدا مع انبي، قدر يظهر في كل المباريات القويه والكبيره، فاينل كاس مصر، قدر يكون مؤثر اكتر من مره في اكتر من مباراه، سجل في اهلي والزمالك وكان لاعب فعلا مختلف وهداف من طراز فريد. في سنة 2013 الأهلي تعاقد مع اللاعب اللي متألق واللي مكسر الدنيا مع إنبي. بدأ بداية هايلة، 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا سجل 3 وصنع 2، و13 مباراة في الدوري سجل 4 وصنع 2، وكان بيقدم مستوى جيد جدا وكانت بدايه مبشره بشكل كبير. وفي اول موسم ليه مع النادي الاهلي سجل في نهائي دوري ابطال افريقيا امام اورلاندو هدف تاكيد الفوز بالبطوله، ولكن هنا ازمه كبيره جدا بسبب احتفال عبد الظاهر وقتها وطلع اعاره للاتحاد الليبي. بعدها رجع النادي الاهلي مره ثانيه ما قدرش يقدم مستوى كبير، بعد كده طلع اعاره الانبي ثم انتقل للمقصه والحرس واسوان وبتروجيت واعتزل من 3 سنين كده في 2022. يمكن احمد عبد الظاهر لو كان ركز في الملعب بس وكان بعد عن السياسه كان قدر يقدم مستوى كبير جدا مع النادي الاهلي، لانه كان فعلا مهاجم شرس وقناص وكورته كويسه جدا وكان بيقدم مستوى ممتاز مع النادي الاهلي في اول موسم ليه وقدر يحقق دوري ابطال افريقيا. ومع انبي كان هداف الدوري الموسم 2010 2011 وسجل الموسم ده 13 هدف وكان بيقدم مستوى ممتاز جدا الحقيقه. ولكن فعلا انا كنت بستمتع باحمد عبد الظاهر وحاليا عبد الظاهر شغال في انبي.